أوقات كتير بنحس إننا تايهين وإننا مش عارفين إحنا رايحين فين، أو ليه حياتنا مليانة تعب ومشاكل. ونحاول نلاقي الراحة في الناس، في الشغل، أو حتى في الإنجازات، ولكن في الآخر بنرجع نحس بنفس الفراغ. طب ليه؟ لأن الراحة الحقيقية بتبدأ لما روحك تلاقي طريقها لربنا. خلينا نبدأ مع بعض رحلة لاستعادة الروح ديت خطوة بخطوة. واحد، فهم العلاقة مع ربنا، ودي رقم واحد. أول خطوة لازم تسألي نفسك، انت شايفة علاقتك بربنا ازاي؟ لو شايفاها مجرد واجب وصلاة وصيام وخلاص، ولا هي علاقة حب وتواصل؟ ربنا مش طالب مننا الكمال، هو طالب القلوب اللي بتحاول. افتكري ان حتى لو قربت منه خطوة، هو هيقرب منك هو هيقرب منك أضعافها. قولي لنفسك أنا محتاجة أبدأ أشوف ربنا كأقرب صاحب ليا، مش كحد بعيد عني. لا، اللي هو انت تتكلمي مع ربنا، تقربي من ربنا. ان هو بدل ما تتكلمي مع الناس القريبة منك، لا، تتكلمي مع ربنا، تشكو كل حاجة لربنا. اتنين، الصلاة. لحظة اللقاء، الصلاة مش مجرد فروض، دي مساحة مفتوحة بينك وبين ربنا. جربي تبدأي يومك بركعتين قبل الفجر، وقولي كل اللي جواك، فضفضي واحكي عن خوفك وأملك وحلمك. هتحسي كأن في حد بيمسك ايدك وبيقولك أنا معاكي. مثلا لما تكوني مشغولة طول اليوم بين شغل وبيت وأولاد، خدي 5 دقايق لوحدك، حتى لو قاعدة في مكان بسيط. قولي يا رب أنا محتاجة أتواصل معاك، وهتشوفي الفرق على طول. اللي هو انتي تقعدي في مكان وتتكلمي مع ربنا، مع كل اللي مضايقك، أي مكان، تقعدي في أي مكان مريحك وتقعدي تتكلمي عن كل اللي جواكي. القرآن رقم 3. القرآن ده دليل الحياة. القرآن مش مجرد كتاب وقوانين، ده كتاب حياة. لما هتقريه فكري الآية دي بتتكلم عن ايه في حياتي. مرة واحدة قرت آية إن مع العسر يسر، ووقفت عندها شوية وحست إن كل حاجة في الدنيا مهما كانت صعبة وراها فرق كبير. اعملي لنفسك عادة يومية، صفحة واحدة بس كل يوم، وافتحي قلبك للكلام ده. 4، الشكر والامتنان. بصي حواليكي، كم مرة شكرنا ربنا على النعم اللي حوالينا؟ مثلا صحتك وولادك وبيتك، حتى النفس اللي انت بتاخديه ده، انك تشكري ربنا عليه. جربي كل يوم قبل ما تنامي تمسكي ورقة وقلم واكتبي 3 حاجات حلوة حصلت لك النهاردة، مهما كانت صغيرة. هتحسي ان قلبك بقى مليان طاقة وإيجابية. 5، الاستغفار. الاستغفار دوت راحة الروح. في لحظات كتير بنغلط، بس ربنا دايما فاتح بابه لينا. قولي استغفر الله من قلبك، ولو حسيتي بتعب أو ضيق حاولي تكرريها بصوت هادي كأنك بتهدي نفسك. جربي تعملي كده بعد يوم طويل في الشغل، أو لما تكوني مضغوطة، وهتحسي كأن الحمل اللي على قلبك بيخف. 6، التوكل على الله. في حاجات كتير في حياتنا مش في ايدينا، وده ممكن يكون مخيف، لكن فكرة التوكل ده بتديكي إحساس عظيم بالراحة. خدي كل موقف صعب وافتكري أنا هعمل اللي عليا، يعني خليكي فاكرة اللي أنا هعمل اللي عليا والباقي عندك يا رب. لو بتدوري على شغل أو خايفة على صحة حد قريب منك، التوكل هيكون الحل. 7، صحبة الخير. شوفي مين حواليكي، هل الناس اللي في حياتك بيقربوكي من ربنا ولا بيبعدوكي عنه؟ الصحبة الطيبة مش بس بتدعمك، دي بتشدك لفوق. جربي تحكي مع واحدة قريبة منك عن فكرة معينة، أو حتى إنك تقري معاها حاجة مفيدة. هتحسي إن العلاقة دي بتساعدك في رحلتك الروحية. يعني إيه؟ يعني صاحب الناس اللي هو انت عايزة تتعلمي منهم، اللي انت كده عايزة تكوني زيهم في موضوع الدين، اللي هو حد بيصلي فأنا عايزة أصلي، فانت صاحبي اللي بيصلي، هتلاقي نفسك تدريجيا بتصلي. أه، تروحي الجامع وتحفظي وكده، هتتصاحبي على ناس زيك عايزين اللي هم يلاقوا روحهم ويقربوا من ربنا.
فهتلاقي اللي زيك فهيشدوكي في نفس الطريق. 8. الأعمال البسيطة هي طريق للجنة. مش شرط تبقي ملاك عشان تكوني قريبة من ربنا. الأعمال الصغيرة ليها معاني كبيرة. ابتسمي مثلا لحد زعلان، سامحي اللي غلط فيكي، ساعدي حد محتاج، أو حتى اسقي زرعة في البيت بحب. الحاجات دي بتقربك من ربنا أكتر ما تتخيلي. 9. وقت لنفسك مع ربنا. خدي وقت يومي ولو حتى 10 دقايق تكوني فيها لوحدك تماما. اقفلي النور، طفي التليفون، وتكلمي مع ربنا. اسألي نفسك ايه اللي بيضايقني، ايه اللي بيفرحني. اللحظات ديت هتديكي سلام داخلي. 10. قبول النفس والتغيير. ما تحكميش على نفسك بالقسوة، ولو حسيتي انك بعيدة عن ربنا افتكري ان الرجوع ليه مش محتاج خطوات ضخمة. كل خطوة صغيرة ليها أثر. جربي بعادة جديدة زي انك تسمعي درس ديني أو تذكري الله خلال اليوم. 11. الدعاء لغة القلب المفتوح. الدعاء هو أصدق وأبسط طريقة تقربي بيها من ربنا. مفيش طريقة معينة لازم تلتزمي بيها، المهم انك تحسي بالكلام اللي انت بتقوليه. جربي تكوني لوحدك في مكان هادي وابدأي بدعاء بسيط زي يا رب سامحني على تقصيري وقربني ليك يا رب. افتحي قلبك واطلبي كل حاجة من ربنا حتى لو حسيتي انها صغيرة، لأن ربنا بيحب يسمع منك الدعاء وهو الجسر بينك وبينه. كل مرة بتدعي بيها بتحسي إنك أقرب وأهدى. 12. التأمل في خلق الله. افتحي عينك وركزي في الجمال الدنيا حواليكي، السما، النجوم، البحر، حتى شكل وردة صغيرة. كل تفصيلة في الكون هي رسالة من ربنا. لما تشوفيها وتفكري فيها هتحسي بعظمته وبإنه دايما جنبك. جربي تطلعي مكان مفتوح وخدي وقتك وتبصي للسما، يعني تقعدي في البلكونة وتبصي للسما وتقولي سبحان الله. الشعور ده لوحده هيجدد علاقتك بربنا ويخليكي تقدري نعمته. 13. الصدقة الخفية. الصدقة الخفية طاقة الخير. اعملي الخير بدون ما حد يعرف، حتى لو حاجة بسيطة. مثلا لو شفتي حد محتاج ساعديه من غير ما حد يحس، أو لو في حد محتاج كلمة طيبة قوليها ليه. الصدقة مش بس بتفتح أبواب الخير، دي كمان بتحسسك إنك أقرب لربنا لأنك بتعملي حاجة لوجهه الكريم، حتى لو حاجة بسيطة زي إنك تشتري أكل وتسيبيه لحد محتاج على باب بيتك. 14. فهم أسماء الله الحسنى. أسماء ربنا مش مجرد كلمات، دي صفات عظيمة بتساعدنا نعرفه أكتر. كل يوم اختاري اسم واحد وفكري في معناه. مثلا الغفور، يعني مهما عملت من غلط ربنا بيغفر. الرزاق، يعني كل حاجة عندك رزق من عنده. لما تفكري في الأسماء دي هتحسي قد إيه ربنا قريب وكريم معاكي. 15. التوبة اليومية. التوبة مش للذنوب الكبيرة بس، دي عادة يومية بتخلي قلبك نضيف. قبل ما تنامي فكري ايه الحاجات اللي كان ممكن اعملها بشكل افضل، وقولي يا رب سامحني وقويني. مش لازم تكوني مثالية، المهم انك تبقي صادقة مع نفسك ومع ربنا. 16. الصيام. الصيام هو تدريب الروح. الصيام مش بس عبادة، ده طريقة لتدريب نفسك على الصبر والتحكم. جربي تصومي يومين في الأسبوع زي الاثنين والخميس. في اليوم ده وفي اليوم دوت حاولي تقضي وقتك في القرآن. حاولي انك تقضي وقتك في قراية القرآن أو ذكر الله، وهتشوفي قد ايه الصيام هيخلي روحك أقرب لربنا ويحسسك براحة نفسية كبيرة. 17. ذكر الله. ذكر الله في كل وقت. الذكر هو مفتاح الراحة الداخلية. قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو لا إله إلا الله خلال يومك، سواء انت بتطبخي أو ماشية أو حتى قبل ما تنامي. الذكر، الاستغفار يعني بيطهر قلبك وبيخليه دايما متعلق بربنا.
وده هيخلي علاقتك بربنا قوية ومستدامة. دي خطوات بسيطة بس مليانة عمق، وكل خطوة فيها فرصة جديدة إنك تقربي من ربنا أكتر. وافتكري إن ربنا بيحب المحاولات الصادقة، ومهما كانت صغيرة فهي عظيمة في عينه. كل خطوة تعمليها هتفتح ليكي أبواب جديدة من الراحة والسلام. رحلة استعادة روحك مع ربنا مش هتخلص في يوم وليلة، هي رحلة مستمرة مليانة محاولات ومواقف وأخطاء كمان. لكن كل لحظة تقربي فيها من ربنا هي خطوة للأمام. افتكري إن ربنا مش بيبص لعدد خطواتك، هو بيبص لقلبك. قولي لنفسك أنا هبدأ النهاردة خطوة صغيرة بس بإخلاص كبير. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. وما تنسيش ما تنسيش إن التغيير بيبدأ بخطوة بسيطة. شاركينا في التعليقات هي ايه أكتر حاجة عجبتك، وايه اللي ناوية تبدأي بيه. وكمان قوليلنا أفكار للفيديوهات اللي حابة تشوفيها قريب في القناة. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشاركيه مع أصحابك والناس اللي بتحبيهم، واعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. واستنونا في الفيديوهات الجاية مليانة أفكار ملهمة. مع السلامة.